هاي الأكلة اللي مستحيل تقاوموها، وأكيد الراعي الرسمي للعزايم، المندي اللي مدخن بالفرن والطعم بيحكي عن حاله. تعالوا نعمله بأفضل طريقة وأطيب نكهة. لا تنسوا الصيب لأنه أكيد رح تعملوها. راح نستعمل دجاج 4 قطع من تمام، وننقعه في مي فيها ملح وسكر وليمون والمطيبات كلها بالكابشن، وخلوا الدجاج فيها من ساعة ل4 ساعات. للتتبيلة بدنا زيت نباتي والبهارات، منقوع الزعفران وصبغة حمراء والملح، وبضيفهم فوق الدجاج طبعا بعد ما أصفيه ونشفه كتير منيح. صينية هلا رح ننزل عليها السمنة والبصل المفروم ناعم ونقلبهم، بننزل عليهم بهارات المندي الصحيحة وبنقلبهم لتطلع الريحة، بنحطها على جنب. بنشيلها على النار، بننزل الرز المغسول، شوي من بودرة مرقة الدجاج والملح، بنقلبهم سوا وبننزل عليهم المية المغلية، بنضيف الفلفل والثوم وبنغطيهم بالقصدير، نتأكد انه مسكرينها منيح. وهلا بنعمل فيها ثقوب بالسكين بهذا الشكل. بننزل عليهم الدجاج وبنغطيهم بورق الزبدة والقصدير. جميع المقادير ووقت الخبيز حتلاقوه بالكابشن. هلا على الفرن. بعد ما جهز وحمرنا الدجاج، هلا بنفتح على الارز، بننزل عليه الصبغه الحمراء او منقوع الزعفران، بنرجع الدجاج فوق الرز عشان ندخنهم، بنغطيهم بالقصدير، واخر شي بنزينهم باللوز والزبيب. يا سلام على الاكل الزاكي، يا سلام. زاك كتير، لازم تجربوه. تلزمكم بالعزايم.